هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا السنه الجديده ان شاء الله كده خلاص قربنا. فبحب جدا اعمل ترويقات بسيطه في البيت وتنسيقات حلوه، ونعمل اجواء كمان لذيذه كده في البيت. لو طبعا عندكم اجازات، لو مفيش اجازات فعادي يعني انجوي، واللي كمان عنده اطفال هيتبسط قوي بيها. اول حاجه بس انا قلت اعمل حاجه افطر بيها، فهنا ده عندي عجينه زي البريوش كده، حاجه خفيفه خالص وعليها سكر، وعملت شاي. وبعدين عايزه اوريكم كمان اللبن ده من ريماس لاند، بس ده خالي من اللاكتوز، حلو جدا، بس فيه سنه طعم مسكر. اغلب اللبن الخالي من اللاكتوز تقريبا بيبقى فيه الطعم ده، عشان بس اللي ما بيحبش طعم سكر قوي ف ياخد باله من النقطة دي، او يتكر. وهو يعني انا في العادي بستخدم سكر ستيفيا اللي هو ده، فمش هحط بقى منه اهو عشان يبان، لان اللبن ده مسكر، وكده كده الشاي بلبن انا مبحبش يكون فيه سكر كتير، وكمان هفطر بحاجة مسكرة. فتعالوا مع بعض كده نعمل تنسيقات بقى لديكورات، وكمان يعني اليوم كله هشاركه معاكم، ويا رب يكون ايام سعيدة عليكم واجواء سعيدة عليكم. كلمت السوبر ماركت كان يجيب لي حاجات كانت ناقصة عندي، حبيت اوريها لكم بس لان فيها منتجات بدايل حلوة قوي قوي قوي. تعالوا اول حاجة اللي بجد اتبسطت ان هم عملوه، جهينة عملت البديل بتاع دانات، فعاملة منه الشوكولاتة وده الفانيليا والكراميل كمان، فالتلات أطعمة، وانا جربت منهم الفانيليا حلوة قوي، فعشان كده المرة دي جبت الأطعمة ادوقها. وطبعا اللي عنده اطفال كانوا بيحبوا الدانات او حاجات كده بسرعة يكون فيها شوية كالسيوم ومفيدة اكتر، فجبتهم. وكمان للساندوتشات الحلاوه دي بتبقى حلوه قوي، اللي هي السبريد بتبقى حلوه، و التانية بتفرفت كده، فممكن تقع من الساندوتشات للاطفال او كده، فدي حلوه قوي. جبت كمان زبده عشان عايزه اعمل كوكيز، انا بحب حاجه المراعي قوي. وجبت كمان اللبن بتاع بوك ده اللي هو بتاع الشاي والقهوه، وكمان دول بيبقوا حلوين قوي بقى ان هما بيبقوا صغيرين كده، فمثلا لو حد مش عايز علبة كبيرة يفتحها، بتبقى حلوة قوي ان هما صغيرين تقدروا تستخدموهم الواحدة يعني وخلاص ترموها. كمان الماركة اللي هي يوبلس دي كانت بتنزل زبادي حلوة قوي قوي، فجأة عملت اللبنة، وعملت كمان كريمة كده، ومعاها بسكوت حادق صغنطط كده بيتغمسوا، فدي لبنة جبتها عشان اجربها. وجبت كمان الجبنة دي من المراعي علشان عايزة اعمل بيها وصفة حادقة لراس السنة. هي دي بطعم الشيدر، بس طبعا هي نباتي الدهن فما نكترش منها وما نجيبهاش يستحسن للاكل، يعني في وصفة واحدة كده اوكي، لكن ما تكونش الاساسي بتاعنا. الناس بقى اللي بتقلق قوي من الغسيل او بتبوظ الغسيل او بيعمل الوان على بعض، ففي ماركة دي مصري اسمها كلارو، دي كالر كاتشر، دي بتلم كده الالوان وبتنظف ان هم ما يبهتوش على بعض. دي شكلها دي حلوة قوي للغسيل، وبجد بتلم. وطبعا لو حطيتوا يعني الحاجات، عارفين ساعات بيبقى مثلا عندكم سويت شيرت او حاجة ابيض مكتوب عليه باحمر، او الحاجات البينك وفيها الوان تانية او فيها نبيتي او كده، فانا بحب قوي احط معاهم المناديل دي علشان الابيض ما يتأثرش او حتى يبهت سنة. من الحاجات الحلوة قوي كمان اللي جبتها من الماركت وفي الشتاء وجربتها وطعمها حلو، المشروب ده من فيتراك، ده تفاح بالقرفة، عايزه اقول لكم طعمه خطير.
بتاخدوا مكيال على مكيالين ميه سخنه طبعا. حلو قوي وطعمه حلو. هشيل بقى الحاجات دي ونكمل كده اليوم بتاعنا النهارده كده مع بعض. والفيديو الجاي هيبقى كمان مش متأكدة انهي هينزل قبل انهي، بس اعتقد ان الفيديو الجاي هيكون اللي فيه تحضيرات يوم لذيذ كده في راس السنة نعمل بيه وصفات وديكور حلو، ويوم نقعد العيلة مع بعض ونتسلى فيه. يلا تعالوا هشيل بس الحاجات دي وارجع لكم. تعالوا بقى اعرفكم على اهم حاجة اشتريتها في 2024. بجد روعة روعة، اللهم بارك، خطيرة. انا جبت المكنسة دي من بيسل، دي كروس ويف. عايزة اقول لكم تحفة تحفة تحفة، يعني بسم الله ما شاء الله، بتكنس وتمسح وبتكنس السجاد. يعني هي فيها زرارين فسهلت جدا وقت التنظيف. هعمل لكم فيديو ريفيو عنها، بس بجد انا مش قادره اقول لكم احلى حاجه دخلت حياتي السنه دي. فدي الحاجه اللي بغني لها انتي اعظم انجازاتي. احلى حد دخل حياتي بصراحه السنه دي. بصوا خطيره، اي حد جابها اكيد هيبقى حاسس وعارف انا بتكلم عن ايه. هوريكم دلوقتي اصلا وانا بعمل بيها بره، وهوريكم كمان الديكور كمان بتاع الريسبشن. واستنوا ريفيو هينزل عنها وعن كمان اللي بتغسل الكنب. فبصوا دول كده اكتر حاجة انا جبتها في عروض شهر 11، وحسيت بجد ان هما يعني استفدت جدا جدا بيهم. انا بحب بعد ما انضف بشغل كده فحم وبحط عليه مستكة. ده النوع اللي انا بستخدمه، وهو مكتوب عليه صمغ بخور وفي المملكة العربية السعودية. بصوا بقى مع الجو اللي هو يعني دلوقتي برد وفي ادوار انفلونزا يعني عيا كتير. بصوا هو بيبقى تحفة. وقريت كتير جدا ان البخور بالمستكة ان التبخير بالمستكة بيخلي الفيروسات والحاجات اللي في الجو تخلص. بعد ما بيهدى بقى او بيخلص ممكن ان انا اشغل بخور عادي. او عايزه اوريكم كمان معطرات حلوه قوي جبتها من كارفور وسعرها حلو، يعني استنوا اقراها لكم. جبت دول اسمهم مود. عايزه اقول لكم حلوين قوي. ده ريحته عربي كده، فعايزه اقول لكم حلو قوي. اسمه تايمليس ميموريز وسويت دريمز. سويت دريمز ده عايزه اقول لكم خطير قوي. تحسوا عارفين ريحه باودري نظيفه قوي تحفه. وطبعا هم دول مصري يعني اهو. وتقريبا كان فرنش حاجه و70 حاجه و80 تقريبا، يعني ما اعتقد مش اغلى من كده. بس الاتنين دول حلوين قوي، انا شميت كتير وبجد ريحه المستكه دي نظافه مش قادره اقول لكم قد ايه. هلم بقى الحاجات دي ونكمل اليوم بتاعنا بقى كده، واسيب الريسبشن كده انا خلصته ونضفته. تعالوا بقى اوريكم كده ديكورات السنه الجديده. ربنا يا رب يجعلها سنه كلها خير وسعاده وهنا وكل حاجه حلوه عليكم. اول حاجه انا عملت 2025 دي انا القصاها على فوم جليتر ونزلت ستوري نزلت في الشورتس. ودي الدفاية اللي كنا عاملينها مع بعض، بس هي خلاص بتنهار، دي اخر سنة ليها عندي. وبصوا يعني بايظ منها حتت كتير، فحاطة اللعب دي تداريها. حطيت عليها بس شوية ديكورات، دي كلها كانت عندي قبل كده. انا بحب جدا القطر ده والغزالة ودبدوب وكده. والسيم من المرة دي عملته كله ازرق بيبي بلو. بصراحة يا اختي اللي اختارت اللون. ف بصوا كده مع بعض. وتحت هنا حطيت الحاجات اللي كانت عندي برضو.
يعني الحاجة اللي جبتها جديدة هي الغزالة دي، شكله كده. دي حتة من الدفاية وقعت. تعالوا بقى انورها لكم ونشوف شكلها. ده كده شكلهم بالليل. والغزالة المفروض بتنور، بس الفيشة بس مش مظبطة معايا، فده كده الشكل. بصوا يعني حاسه ان هو رقيق وكيوت كده، واللون الازرق مش عايزه اقول لكم قد ايه مدي بهجه، شكلها حلو. يعني احنا عملناه كله ازرق وابيض. ولو تلاحظوا الكور دي احنا عاملينها على ايدنا، دي كانت كور بيضة رشيناها جليتر وشريط ساتان، والفيونكات دي برضو عملناها بالجليتر. حاجة شايفين شكل السنوفليك ده امور جدا، ده حطاه على الدفاية وحطه منه برضو اهو. تعالوا اوريكم بقى السفرة. السفرة انا حبيت ان انا اعمل الغزالة دي كده على الرنر، وحطيت شجر، وحطيت كده الغزالة، وحطيت الشجر ده بحبه قوي، و الصنوبر، وكمان كور بيضة بلون الغزالة علشان يكون الموضوع رادد قوي في نفسه. اللي هناك دي الاطباق اللي هقدم فيها حاجات بتاعت بالليل، فانا عامله كده ده شكل السفرة. وكان في غزالة تانية بس مش عارفه هي راحت فين. يا رب يكون الفيديو عجبكم واخدتوا افكار للديكور، و يعني اتبسطتوا معايا بس بالاجواء اللي انا عاملاها في البيت. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.